السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم بإذن الله عندنا مباراة الهلال ضد الشرطة العراقي. قبل ما نبدأ تضيفوني تحت حسابات الوصف أو فوق يعني. أحلى يا جمهور الهلال، يعني تفاعلوا حتى في الملز. طبعا لازم هذه نقولها كل مرة في ملعب الملز. ملعب الملز قصة ولن تنتهي للأبد. ولكم الهلالية ترى حارسهم كويس مرة، اسمه باسل، كابتن باسل اللي في كابتن ماجد. البنر طولوا وهم رافعينه، انكتموا القوة الزرقاء. كيف يشجعون الحين؟ يلعب يا الهلال، كلهم دايخين. تدرون كنت احسبها العب يا هلال، مو بالعب يا الهلال، بس احس العب يا هلال افضل. ولا انا مسويني بفتح سالفه الان؟ يا اخي اخلص العبوا يا شيخ، طولوا مره. في اغاني ما ادري من عندي ولا من اسيا، عرفتوا اغاني الصخب الدشير امريكا. هل الهلال بيلعب نفس الدوري ولا لا؟ اشوف اليوم تشجيع من البدايه عقب الهاشتاجات اللي طلعت على الجمهور. يا اخي انا بسالكم السؤال، الطبل هل هو ممتع؟ هل هو كويس كجمهور؟ يا اخي انا مستغرب يا اخي. ممكن المايكات عشان توحد الصوت، بس الطبل ما اشوف فيه متعه ابدا. ترى مدرب الشرطه يمدح الهلال، المفروض يلعب باوروبا. على كيفك، هو في الرياض كيف تلعب في اوروبا؟ ما منطقي صراحه. كان سلو ما لاحظتوا فيه شيء. ترى كل المباريات او اغلب المباريات اللي في الملز ترى ما يبدع. شوف يوم راح قطر بدع، هو ما تعود على الملاعب هذه. يمكن ارينا اتوقع انه بينفجر. تسلل يا كابتن، تسلل، هدف. حتى اللي يضيعها لودي مخليه، بس اتوقع انه عارف انه تسلل. حتى العيال صار يقدر الحالات. يا اخي ما لاحظتوا شيء ذا الموسم؟ قلت كثير اللي عرضتوا الكرات الطويله تلعب سافيتش وينزلها، ما صارت كثير زي الموسم اللي راح. هل ممكن لان الموسم اللي راح اللي كان يرفعها سعود عبد الحميد؟ مسكتوا سعود عبد الحميد. انا سيتم ام تناسيتم يا شباب. مباراة اللي مع روما اللي دخل اخر 20 دقيقة يقطع التوتر صراحة. 5 دقائق تفاعل من القوة الزرقاء. على فكرة ترى القوة الزرقاء في الملز ترى مظلومة. ترى المنظر هذا ترى شفته يتكرر كثير، اللي اول ربع ساعة يكون فيها هزيج وفيه تفاعل الى اول نص ساعة تقريبا. متروفيتش الحالة مفتوح. ايش في متروفيتش؟ اجل قولك الهدف يا المترو. انا قايل سلك بس ما صدقتني. وش الباص يا سافيتش؟ غريبة. الآن لو رجع نيمار بيلعب دال مين؟ أو بيشيلونه مين من القائمة؟ كان قبل كان لودي، بس لودي شكله بيمسك الخانة. المتعب الحربي مستحيل تضمنه. ممكن أقرب لاعب غير لودي كوليبالي ترى، لأن تغييره ذاك اليوم يوم طلع وخلى لودي، فواضح أن أول لاعب إذا بيستغني عليه غير لودي بيكون كوليبالي. يعني ما في كولي. حسيت أول دقائق في برود كبير من لعيبة الهلال، بس أعرف الهدوء ذا بعد شوي 4 أهداف في دقيقتين. العب يا الهلال العب. كما تقولون المشاري ما دعمت الهلال اسيويا. الفاز دي يحبها بشكل، تكررت قبل شوي تصدقون. والله هدف نيفي باسل. اوف والله قلت بيجيبها باسل. ليش رافعين تسلل؟ تدرون شو المشكله؟ هي مو مشكله صدق، ما فرقت يا عيال. متروفيتش جالس يتحرك، نيفيز رفع راسه، واضح انه بيلعب متروفيتش. هل الدفاع اغبياء في عصر ذا؟ عصر ايش ما ادري. شوف واضح انه بيلعب له، وذكرت قبل شوي بس متروفيتش ما استغلها صح. يعني باسل مسوي انك بتجيبها. وسوى نيناردو اتوقع سوى كذا ومسوي راح احتفاليات. اهدى الان الجلتش بيشتغل، تجي 4 أهداف الان. شوف الحركات، احتفاليه تسليكيه بشكل. يا ليناردو غيرها يا اخي. بس حقين الشرطه شوف مرافعين يلقون رايه. يعني ما اتوقع متروفيتش ما كان متسلل. تدرون قبل شوي ايش كنت اقول انا؟ اللي عرفته اللي سافيتش ينزل الكور، الان هي سجل فوق ونزلها. تخيل يلغي الهدف. هدف ما في تسلل. ليناردو سووها مره ثانيه. فوز الهلال 6-7. اقول خربتوا اسيا، ليالي اسيا. وهي اصلا اسيا خربانه. اقول يا الشرطه شكلكم تاكلون كثير اليوم مره. تكتيك نفس مباراه الخلود، بس ما صار اخ سالم. يعني ما في تكتيك. كلنا عارف تكتيكك يا سلومي. التكتيك يا عيال لا. بس الحكم كان يتاخر في التصوير. باليمين لودي، باليمين يا عيال باليمين. انت ما كنت تلعب باليسار يا لودي. والله يا عيال شيء غريب. الله يا الشرطه، ما قلت لكم يا عيال قلت تشتغل خلاص. الحين 3-4 أهداف ورا بعض. باسل وين يا باسل؟ مين سجله؟ متروفيتش ولا ليناردو؟ شكله ساقها علينا. متروفيتش سوالك كذا. الله باليمين يا عيال، شوف باليمين متروفيتش اللي سجلها. وليناردو دقيقة يا مخرج. الله يهدف غير. انا اقول يلغي يا مخرج، ما حد يدري من سجل. لا متروفيتش سوقوا علينا يا الكون اجويرو. لودي بيكمل مع الهلال مستحيل. اذا كل مباراة بيساهم بالشكل هذا مستحيل ما يكمل. انا من اللاعب الان من الشرطة بسوي نفسي مصاب عشان الجلتش يوقف شوي. بس يا شرطيين ترى مو بشرط مباراة اليوم تحكم على دورينا كامل. ترى في فرق ثانيه غير الهلال. ما تقيس على اخر مباراه لعبنا ضدكم اللي تعادل كان كاستر معنا، بس تذكر البطوله العربيه عادي يقول لي فزنا فيها ب10 لعيبه ولا لا يا عيال. 18 دقيقه حرفيا الجمهور ما سكت ابدا. هل حقبه جديده بعد التزبيد اللي صار في الاخير؟ هذا مسوي لعيب افضل لاعب عندهم.
كل باصات التسللات. متروفيتش اليوم لو تسجل 16 هدف ما تفرق معي، ما في هداف الدوري ولا شيء. سافيتش يحب يتحلطم بشكل، غلط في باص يهاوش ليناردو. تدرون اكثر لاعب يوصل عليه مين؟ القحطاني. ليش تكون المفروض يلعبون في اوروبا يا مدرب الشرطه؟ شوف الهلال داخل معنويات عاليه على اساس بتفرق يعني. غريبه كانه الجلتش وقف يا شباب. الهلال من بعد الهدف الثاني مرت يمكن اتوقع 8 دقائق ما سجلوا. يبي لها يدخل كن والان يخرب الاجواء. كلبالي بينبرش يعني. لا تطيروني، لا تطيرونا يا هلال. شوفوا براشته جالس استوعب ان الهلال ممكن يمشي كلبالي، شيء مو طبيعي. والله حلوه، والله عليك يا كابتن. موجودين انتم يا شرطه تهاجمون. مباراة تدرون ذكرتني بايام متى الهلال يوم يلعب كاس اسيا في رمضان. تذكرون ذاك الوقت يلعبون الساعه 10 11. يا اخي هذا في ميكس غريب بين عوض خميس والجبرين. ما فقدتوا لاعب يا شباب. انت زين ما فقدتوه يا اخي. نيفيز عيال، نيفيز يوه يا فان دايك. نيفيز مو بطبيعي، الكور طويل اللي عنده على اساس بيصير منتدى يا ابو صلاح. خذ مجتهد والله. رقم 30. تدرون كم عمره حق الشرطه؟ 37 سنه. هو الترمومتر حق الفريق. ولد الترمومتر يا اخي. تصدقون من زمان ما في احد من الجمهور نزل الملعب. وين اختفوا الشباب ولا والطيش؟ تراني ما احرض ولا شيء، بس جالس استفسر يعني وش غرامتها الحين هنا اذا واحد نزل في ملاعبنا. اول كانت الحياه بسيطه، ينزل الملعب وذاك يتشقلب، الامور حلوه، المخرج يجيبها والمعلق يضحك. يا اخي جديه في الحياه هذه مشكله. ممكن مع رونالدو بس الهلال ما اتذكر اصلا في واحد من الجمهور نزل يسلم على لاعب ولا شيء. ولا يمكن عشان ما في عناصر او ما في نجوم يعني. حق الرابط يقول اقوى يا شيخ. تعبتهم يا شيخ. 40 دقيقه وهم هازين. خلاص ريح مكتومين اول مباراه من البنر. لكم الله يا جمهور الهلال. هذا جاء بعد الا بيطلع الا ايش فيهم كذا مره متحمسين. ما يبونهم يدخلون عشان ما يطلع برا، لان الفريق الطبي اذا دخل ترى لازم اللاعب يطلع برا. هذه معلومه اتوقع يمكن تعرفون، بس اللي ما يعرفها يعني اقول لكم المعلومه ذي. مفصله راح فيها. ولعبة الهلال يقول لا تدخل الفريق الطبي على كيفكم. متروفيتش يحسب انه متعافي زيه ما شاء الله. مسكين ليناردو الان يتحامل على اصابته. لا تتفاقم عليه يا شباب. مين يسوي لنا احتفاليه النايمه؟ وغلط سافيتش اليوم. ترى انا بقاموسي غلط. سافيتش اليوم سيء لأبعد درجة. واتوقع مو من اليوم، من فترة ترى سافيتش. سويها كابتن. ولد يا كابتن. حلو هذا اللي كان يهيط على سميكان، بس حلو والله. خفتوا يا هلالستا؟ اكيد لا. سافيتش. تدرون ايش المشكلة؟ سافيتش يغلط باصات ولا يغلط شيء ترى ما يحمل نفسه الغلط، يا يحمل الخوية او يحمل الحكم. وتكررت كثير على فكرة. تقول ممكن السر خوية ذا المساعد. خلاص الخط فعال بيتغير. خطفة المساعد سهلة ترى، مو زي خسلوا ذا اعلاميا بتصير صدة وازعاج. هذا ما حد داري عنه، ما هو داري عنه الا خسس. طبعا اليوم 16,000 مليون فاول. ما لاحظتوا شيء؟ ليناردو ينضرب كثير. ارجع المباريات اللي يلعبها ليناردو يمكن من 10 فاولات للهلال ليناردو مسبوق 9 مرات. ترون الحكم عائلته الحاكمي عشان كذا صار حكم فضيحة يا شباب. الشوط الثاني بادي له 10 ثواني والزرقاء ساكتين، شكلهم من التعب هجوا بين الشوطين. خلاص ارجعوا يا شباب. متروفيتش يضيع، سوي رايق مترو. سالم والله عليه وش عرضية. احس نادر سالم ينهي بالشكل هذا. انا كني قلت الله عليه بالغلط يا شيخ. باسل كابتن ماجد تبون الصدق. احس يقدر الحارس يجيبها. سالم هل حطها في الزاوية؟ احس يقدر الحارس يجيبها. نادر اشوف سالم ارضي. سالم يا ركنه ولا ما فيه، ولا هدف يخبط 600 لاعب يسجلها بعدين. شوف الاحتفاليات يا ليناردو. سالم من زمان ما تشقلب. انت كل شيء يصفقونك انت. مره ابغى اشوفك تصفقهم. مره ظهره مسكين، مره مفصله. يا اخي احس في كثير نفس الجسم في الشرطه. مرتده لا يغلط نضحك. كيف خذها؟ الله لعيب هذا مهند. والله اوف يا بونو يا ساتر. ما شاء الله شاتها من قلبه مهند علي. هل حطها عنده؟ اتوقع انها قريبه من عنده بس انها قويه مره. عنده هي بس انها قويه. وين رحت يا بليهي؟ غريبه بليهي. تدرون كان سابق مهند علي لاعب العراق. مهند علي كانوا يقولون موهبه، فتى يلعب في شرطه عراقي احتياط. ليه فيز ما يحب يشوت بس اساسات. قريب من كانسلو حتى اليوم سيء. اليوم كانسلو سافيتش يعني حرام الاسيست هذا. شوفوا حتى خسس زعل. اسيست خرافي مره. هذه ليش يكنتر من وحده؟ كانسلو ما ينفع من ملز، ما ينفع. لا يغلط ترى مو متسلل هذا. ابو علي يا ابو علي. جابها بونو بعد ما حتى ما صفقها كوليبالي.
والله سوى خطوره مهند علي، يتدخل من زمان يعطي جو مباراه، يعني موهبه الى الان يا مهند علي. هل بتصير ظاهره في الهلال؟ يصير الهلال يتقدم تيجي 3-4 ثم يجيه دروب، لأنها صارت آخر مباراة ممكن تتكرر الآن، تصير ظاهرة في دورينا ممكن. سوري ذي آسيا يا أخي، أتكلم في الفريق يعني. طار سالم هذا دب ما له خلق يركض، بتركه يعني شوفوا كيف سبقه، ما شاء الله والله طار. وش طاح فان دايك يا عيال، فوضى والله. يا سالم رجع، حس يا سالم اقسم بالله يا عيال العراقيين فوضى بشكل، لاعب ما له خلق يركض هذا يا عيال، وزنه 300 الا فان دايك طاح على وجهه. بس والله يا عيال شوفوا كم قطع مسافه في جزء من الثانيه. ليش طاح ذا؟ ليش طاح؟ بس أنن فيها سالم الصدق. أنا أقول سافيتش يطلع بالشتوية. يا أخي مسوي تسحف نيفيز، خرب عليه كانسلو. سافيتش تسحيب، تسلل خرب عليه. ليش يا متروفيتش؟ تلو خلاه كان هدف صراحة، حركة مال أمها أي داعي. واسس سافيتش وزين صنع وكنترول حلو من ليوناردو. ما في دقيقة يعني شكله ما فيها تسلل صدقون، ما يجوز تسرق يا متروفيتش. أتوقع تقييم سافيتش اليوم 6. هل خيسوس بيسلم عليه ولا لا؟ اصبر يا مخرج لو سمحت. ليه يا خيسوس؟ بس سافيتش ما سلم على خيسوس. تدرون ايش ميزة الحمدان؟ ترى إذا دخل آخر الدقايق زي كذا ترى يبدع ويسوي لقطات، ممكن يصنع بلنتي يحسبها أتوقع. صدقون ليوناردو لعبت علينا ليوناردو، ليش ما حد قال لنا؟ يعني مو حرامي يا متروفيتش، في جلتش بين ليوناردو ومتروفيتش. الهدف الاول احسن من ليوناردو والان احسن من متروفيتش. شو وضعكم؟ اتوقع ما حد درى ان متروفيتش ما سجل، ما لمسها صدق. هجمه تلخمك مره. بس السؤال، حتى متروفيتش مو متسلل بعد. غريبه الكوره ذي، يحسبها ويعطينا احلى احتفاليه. اوف، واللي يمكن عشان متداخل فيها بعد ما لمسها اللمسه الاخيره، ممكن عشان اخر لمسه لمسها متروفيتش كان متسلل وخرب على اللي وراه، ما خلاه يشيل الكوره من ليوناردو. لك الله يا هلال، لك الله. ودي اشوف الان ليوناردو بدون متروفيتش ايش بيصير. اتوقع مستواه بيتحسن اكثر. يركن مالكم كانسلو، سوي رايق يا عيال، والله رايق، ما في تسلل يا رايق مره، ما تعب فيها، مشى بكل هدوء روقان. ما اتوقع اصلا حتى فيها تسلل، لانه كانسلو تعدى الخط اصلا. عادي يلغي هدف، يسجل الرابع، يلغي هذا يسجلون الخامس. ما مستحيل تسلل، مستحيل جاي من ورا. احلى يا ناصر يا اخي صراحه. اذا شفتوا وجه ناصر يا اخي احس الدنيا بخير، ما ادري ليه. هو وجهه كذا، شوف احس انها يا اخي تفاؤل. وكانسلو ما استعجل فيها يا عيال، لا خلاص. ليش الحمدان ما يا عيال غريب، راح يمين وشاتها. لازم يتأنن الحمدان الآن يا أخي. الشرطة من قوة ما أنه كئيب، طقهم أصلا كئيب. هل فعلا هذه خلاص آخر مباراة في الملز؟ يعني نقول وداعا أكيد. بالله تشاو يا الملز. صراحة اليوم القوة الزرقاء تفاعل رهيب. فيني اليوم كذا كأني حاب الهلال والأجواء إيجابية وحلوة، ولا الصدق صراحة من قبل المباراة هي محسومة يعني. بس لا تنسون سافيتش يا عيال، باصات الغلط بعد صار مشاكل اليوم. متروفيتش كان اناني وخرب على ليوناردو. ودي الحمدان الصدق سجل يا الحمدان. اسحب يا ولا يا حمدان يا اخي استهبل صراحه. سحبتها واضحه. ابو باسل الحين خليت 4 اهداف تدخل فيك، جت على الحمدان المسكين. صدق الاسيست مره حلو. الحمدان تدرون ايش الغلط اللي سواه؟ مفروض انه موه بجسمه انه بيشوت ثم يسحب. تدرون ما موه بجسمه انه بيشوت. شوف على طول اتخذ قرار السحبه. ارجعوا لاول مقطع لي، اتفلسف عليكم شوي. اول مقطع لي اللي حق الكوره يوم كنت العب بالمباراه، ترى سويت نفس اللقطه هذه، كاني بشوت والعب الحارس واسحب فيه. مرور الحمدان سوى زي كذا. بكل تاكيد النتيجه متقاربه. شوط ثاني ممتع باذن الله، شوط ثاني اجمل، شوط ثاني اروع. دقيقه واحده على نهايه الشوط الاول. الكره لما زالت عدى من الحارس، سدد في الثانيه والثالثه، ولكن المدافع يتصدى لها. المحاولات، الكره لما زالت عدى من الحارس، سدد في الثانيه والثالثة، ولكن المدافع يتصدى لها. المحاولات نعم عاد تسوي مهارات، مسوين خسرناك ما ادري ايش، روقنا. شوفوا مالكم سلم على خيسوس، شوفوا سالم الان بيسلم على خيسوس، الا سافيتش ما سلم على خيسوس. كانه الحين احلى 5 باصات غلط. يا اخي ليوناردو يسوقها يا عيال، شكله هو السبب النفسي الاصابات. تلقى احيانا كور ميته تلقى يحتك فيها ويضرب زي هذه، ما هي محتاجه تدخل فيها. شوفوا كانت يعني، شوفوا دقيقه كم
فايزين 4. ليه يدخل الدخول هذا؟ شوف لودي وينه مختفي؟ لو 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 لو. يا اخي ظهرتكم يسوقونها رجولهم الاساسيه، واحد يمين واحد يسار، كل اشياءهم بالعكس. كانسلو اتوقع انه يلعب برجلين، بس لودي لا. والصراحه يا حظكم في الكينجدوم ارينا بعد التغييرات صار خرافي مره. بس عندكم خبر سيء، الشتاء جاي وتكون مكيفات، بيصير برد، فالله يعينكم. هذا يا صفق ليوناردو تصفيق اليوم، يرتاح ليوناردو الحين مبسوط. مهند علي كلين شيت، بيجيبها بوانا، بيجيبها. ويا اخي والله اني قايل لكم يا عيال، ما شاء الله يا عيال مو طبيعي. تدرون رفع رجله ورفع يده مستحيل تسجل، تكنيكه مو طبيعي. بونو بالانفرادات مسكين مهند علي، والله حاول اليوم اجتهد. كنو اوه يا كنو، وش الهدف؟ يحتفل ولا ما يحتفل ولا زعلان؟ الصدق هدف خرافي مره. تذكرون حركته ذيك يسويها ولا خلاص النهايه كنو، واللي بداها بعد 1-2. صدق هدف خرافي. والله يا ابو باسل يا كل سجل عليك. ما احتفل صح؟ خلاص اخر مباراة في الملز، هل فعلا ولا مو فعلا؟ ولا الملز قصة ولن تنتهي للابد؟ زعلان يا كنو، شايل كثير يا كنو، ما عاد يقدروك يا كنو. هل بيصفق الجماهير؟ واصبر يا مخرج خلينا نشوف، يمكن هنالك مشكلة. طيب انتهت المباراة، ان شاء الله انكم استمتعتوا بالمقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك. في امان الله.